السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عيش السحور السريع السهل السريع بيتعمل، بصوا، في ساعة واحدة بس. تعالوا لكم بقى عملته ازاي. انا جبت 4 كوبايات من الدقيق، ومعلقة كبيرة من الهرامية من الخميرة، ونص معلقة صغيرة من بيكنج باودر. بص، انا كل ما بزود الخميرة بحس ان الحاجة بتخمر بسرعة، يعني مش بحس، هي اكيد بتخمر بسرعة معايا احسن من ان هي تاخد وقت. هبتدي احط نص معلقة صغيرة من الملح، وهقلب المكونات الجافة الاول. وهحط كوباية الاول، هنزل بكوباية واحدة بس من مية دافية. انا عايرت حتى الدقيق بالكوباية المعيارية، عايرت كل المكونات بنفس الكوباية، الدقيق والمية الاول. وهجيب كوباية مية دافية تاني برضو احطها جنبها، لان ايه، على حسب كل دقيق، ممكن دقيق يشرب معاكي المية، ودقيق لا لا. فهبتدي يعني اشوف عشان ما انزلش بالميه كلها مره واحده، والاقي الميه زادت وانزل بالدقيق. فاهميني؟ يعني ما تقعدوش تنزلوا الميه مره واحده، عشان ما تقعدوش تقولوا لا دي عاوزه دقيق تاني. فاللي هو لا، اظبطوا المقدار الاول. نزلوا نزلوا الدقيق، وبعد كده حطوا الميه شويه بشويه. اهو بعد ما عجنتها كده ولميت معايا، برضو هجيب شوية دقيق واحطهم على الرخام، وهبتدي ايه، اخدم الخميرة. كل ما تخدم الخميرة كل ما هتطلع معاكي خميرة حلوة خالص، عجينة حلوة خالص، ومش هتنشف معاكي، وهتبقى ايه، سهلة كده. جبت شوية دقيق، هبتدي بقى يعني اخدم الخميرة. انا سرعت لكم المقطع ده عشان ما ياخدش وقت، لان اخد يعني خدت معايا 5 دقايق كده. قعدت اعجن فيهم 5 أو 10 دقايق، فضلت اعجن فيها كده كتير لحد ما لميتها معايا. وهبتدي اكورها واحطها ايه، تخمر. حطيتها في الفرن، دخلتها الفرن تخمر، مكان دافي، اي مكان دافي عندك حطيها فيه. حطيت عليها كيس تلاجة، وعشان ما تلزقش بقى في الفوطة. بعد ما خمرت هبتدي افرد، يعني اشيل منها الخمر كده. هاجي احط شوية دقيق، وافرد عليهم رول زي رول السينابون كده. هبتدي انزل بالعجينة. كانت تحفة جدا يا جماعة، يعني جربوه بجد، يعني سهل وسريع، بينجز معاكي في الوقت، بدل ما تشتري عيش من بره وكده. ممكن تعمليه في، يعني اللي هو ما يكملش معاكي ساعة زي ما قلت لك. ممكن يعني وقت ما انت بتعملي السحور، انا كنت بعمله مع السحور بالظبط. واقتصادي جدا، لا فيه زيت ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه من الحاجات دي. هي خميره وطبعا السكر عشان تنشط معاكي الخميره، والملح بس. ما فيهوش اي مكونات، يعني اللي هو ضخمه، ولا اي مكونات مكلفه معاكي ولا اي حاجه. بعد ما عملت قطعتها، هبتدي بقى اكور العجينه دي. بلم العجينه كده جوه لبره. هبتدي بقى يعني اشوف بالنظر كده الكرة الصغيرة، هزود معاها، يعني مثلا هقطع حتة من كرة تانية. فاهميني؟ طبعا لو كان في وقت اكتر كنت وريتكم بالميزان، اللي هو نخلي كل قطعة يعني وزن التانية. هي بعد ما خلصت بقى هبتدي برضو اغطي الكرة دي عشان ما وشها ما ينشفش، ومنها هترتاح معاكي شوية. يعني كل ما تريحي العجينة كل ما هتفرد معاكي بسهولة.
انا هبتدي افرد تلات كور اسويهم واكمل الباقي. بفرد اول كرة اعملها دايرة، وطبعا زي ما قلت لكم في الوقت ده اللي انا كنت بفرد فيه، يعني بعد ما خلصت الثلاث كور كنت مشغله الطاسه على عين عاليه، واول ما احط انزل بالعيش بالرغيف على الطاسه، ببتدي اوطي عليها النار عشان اوعي تسيبي السمك اللي احنا عاوزينه، ما تسيبيش العين عاليه خالص، وتيجي تنزلي العيش تاخد لون ويبقى عجين من جوه، اللي احنا عاوزينه يستوي من جوه ومن بره. ببتدي افرد تاني عجينة، تاني كورة قصدي، طبعا وتنفضيه من الدقيق، ولو في دقيق مثلا انت نسيتي تنفضيه ولا اي حاجة، هو بيبتدي يتكون في الطاسة زي ردة كده، وتروحي تنضفيه في الاخر قبل ما تحطي اي عيشة، قبل ما تحطي اي رغيف على الرغيف على الطاسة، تنفضي منها الدقيق اللي هو الردة اللي طلعت. اهي جبت الطاسة زي ما قلت لكم، انا معليه خالص عليها وهدي على النار خالص قبل ما انزل العيش. اهو نزلته طبعا عشان كان الفلاش عالي فما كنتش عارفه اوريكم العيش. بصوا انا بحطه اول ما بتطلع فقاقيع كده اروح اقلبه على الناحيه التانية عشان اللي هو ينفخ، فاهميني؟ ما يستويش من الناحيه التانية، لا هقلبه كده شويه بشويه لحد ما اهو اول ما اطلع فقاقيع رحت قلبته على الناحيه التانية، هتلاقيه في الوقت ده بيبقى نفخ معاكي. كمان لو عندك طاسة كبيرة أو صاجة كبيرة، ممكن كنتي سويتي عليها أكبر وقت، يعني قدر من في العيش، فاهميني؟ بصوا بينفخ ما شاء الله، كان بينفخ بس يعني اللي هي الكاميرا والصورة ما كانش جايباه قوي. بصوا ببتدي برضو اقلب شويه بشويه لحد ما هتلاقيه نفخ معاكي مره واحده. بس في كمان انا كنت حاطه طاسه تانية على ناحيه تانية على العين التانية وما كنتش جايباه، فكان ما شاء الله بسيبه كان بينفخ ما شاء الله. وما تخافوش اللي هو مش ما تحطوش عيش على عيش، ما تخافوش ان هو هيعجل، لا هيبقى حلو. بصوا ده يعتبر نفخ من ناحيه وناحيه تانية لا بس حلو يعني. هبتدي اعمل، بصوا هنفض الرد دي كلها اللي طلعت دي اللي هو عمل شويه، هبتدي انزل العيش زي ما قلت لكم قبل ما انزل كنت بقى بنفض دقيق شويه يعني من الرغيف. اللي هو انا وريت لكم طريقه التسويه، ما رضيتش اطول عليكم الفيديو. وهي بعد ما طلع العيش تحفه جدا يا جماعه. هو طبعا اول ما نزل من الطاسه نفش شويه، همت شويه من النفش، هي شايفين بقى مفتوح وتحفه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.